التاريخ مليان شخصيات عظيمة، ناس بسطاء قدروا بتفكيرهم واجتهادهم يغيروا شكل الحياة ويأثروا في ملايين البشر لدرجة إن تأثيرهم لسه موجود لحد النهاردة. كل شخصية من دول كان ليها حلم أو فكرة مؤمنة بيها وواجهت تحديات وصعوبات لكن ما استسلمش. ولو فكرنا فيها حياتنا اليومية مليانة اختراعات وأفكار نستخدمها من غير ما نعرف إنها بدأت من ناس عاشت من زمان، والناس دي جايين في مجالات مختلفة. في اللي حب العلم وفتح لنا أبواب جديدة في الفلك والفيزياء زي جاليليو واينشتاين، وفي اللي قدم اختراعات غيرت حياتنا زي توماس اديسون ونيكولا تسلا، وفي اللي كان رمز للسلام والامل زي غاندي. كل واحد فيهم مر بتجارب شكلت شخصيته وخلته يسيب بصمة واضحة في التاريخ، وكأن العالم كله اتأثر بحلم واحد كان عنده. اهلا بيكم ويلا بينا نتعرف على اشهر الشخصيات التاريخية اللي غيرت مسار العالم. نيكولا تسلا، المهندس العبقري اللي اخترع حاجات كتير غيرت شكل الحياة الحديثة زي التيار المتردد اللي بيخلينا نستخدم الكهرباء في بيوتنا. تسلا كان بيحب العلم من صغره وكان دايما بيحلم انه يساعد البشرية باختراعات، ومن اكتر اختراعاته المهمة هو محرك التيار المتردد اللي خلى الكهرباء تنتقل لمسافات طويلة من غير ما تضعف. تسلا كان عنده افكار مستقبلية سبق بيها عصره زي الراديو والانترنت، وكان نفسه يخلي العالم كله يستخدم الطاقة بشكل مجاني. ورغم انه مات فقير لكن النهارده بنشوف اسمه في كل مكان وبيعتبر مصدر إلهام لكل اللي بيشتغلوا في مجال الهندسة. جاليليو جاليلي كان عالم فلك وفيزيائي إيطالي اللي بيعتبره ناس كتير أبو علم الفلك الحديث. جاليليو كان أول واحد يستخدم التلسكوب علشان يدرس السماء، واكتشف إن القمر مش سطحه أملس زي ما كانوا فاكرين، ودي كانت حاجة غريبة وقتها. ده غير إن هو برضو اللي قال إن الشمس هي اللي في مركز الكون وإن الأرض بتدور حواليها، وده كان ضد كل الأفكار الدينية وقتها. والكنيسة ما كانتش متقبلة الكلام ده واعتبرته خروج عن الدين واتحاكم بسبب اكتشافاته. ولكن رغم كده جاليليو فضل مؤمن بأفكاره وفضل مكمل في أبحاثه، وده اللي خلاه واحد من أعظم العلماء اللي غيروا طريقة فهمنا للكون. ماري كوري، العالمة الفرنسية البولندية، أول ست تاخد جايزة نوبل وأول حد ياخدها مرتين في مجالين مختلفين. ماري اكتشفت عنصرين جداد اللي هما الراديوم والبولونيوم، وده كان بداية لفهم النشاط الإشعاعي اللي فتح أبواب في العلاج والإشعاع الطبي. ماري اشتغلت كتير وعانت لأنها كمان كانت بتواجه تحديات في مجتمع ما كانش بيحترم شغل الستات في العالم. ورغم إن دراستها كانت خطيرة جدا على صحتها لدرجة إنها ماتت بسبب تأثير الإشعاع، لكن النهاردة بنفتكرها كرمز للعزيمة والعلم. والعلاج الإشعاعي اللي بينقذ أرواح كتير كل يوم هو واحد من أهم إنجازاتها العظيمة. ألبرت أينشتاين هو واحد من أكتر العلماء شهرة في التاريخ، ونظرياته غيرت فهمنا للفيزياء. نظرية النسبية الخاصة بيه قالت إن الوقت والمسافة بيختلفوا حسب سرعة الشخص، وده قلب كل حاجة كانوا العلماء عارفينها عن الكون. وكمان نظريته عن الطاقة فتحت الباب للأبحاث النووية. أينشتاين كان من الناس اللي بتواجه تحديات كبيرة بسبب أفكاره، ورغم كده ما استسلمش وحاول يوصل أفكاره العلمية للبشرية. أينشتاين بقى رمز للعالم العبقري وأبحاثه لسه بتأثر على مجالات كتير لحد النهاردة سواء في الفضاء أو التكنولوجيا. توماس إديسون كان واحد من أكتر المخترعين إنتاجاً في التاريخ، واخترع حاجات كتير بقت جزء من حياتنا اليومية زي المصباح الكهربائي. إديسون كان عنده عزيمة قوية وكان بيجرب آلاف المرات لحد ما يوصل لحل، زي لما حاول يخترع مصباح يعيش فترة طويلة من غير ما يتحرق بسرعة. وغير المصباح إديسون كمان اخترع الفونوجراف وأجهزة تانية كتير، ومن أشهر مقولاته العبقرية 1% إلهام و99% جهد. وده بيبين قد ايه كان شايف ان النجاح محتاج تعب وتجربة كتير. اديسون غير العالم باختراعاته وخلى حياة الناس اسهل بكتير. وبالمناسبة كنا عاملين حلقة منفصلة عن اديسون هنا على القناة، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن او ممكن تشوفوها من اللينك اللي هيظهر على اليمين ده. ليوناردو دافنشي مش بس كان رسام عبقري لكن كمان كان عالم ومهندس، وبيعتبر من الناس اللي سبقوا عصرهم. ليوناردو كان بيرسم تصميمات لآلات طيران ودبابات، وكان عنده رؤية مستقبلية لأفكار متقدمة عن التشريح والهندسة. ولوحته الشهيرة بتاعة الموناليزا بقت من أهم الأعمال الفنية، لكنها مش كل حاجة عملها. ليوناردو كان مهتم بكل حاجة حواليه وكان بيحب يكتشف ويجرب أفكار جديدة، وده بيخليه من الشخصيات اللي أثرت في الفن والعلم. والنهاردة بنفتكره كشخصية متعددة المواهب، وكان بيمثل العقل الفضولي اللي دايما بيدور على المعرفة.
المهاتما غاندي كان زعيم هندي ناضل من أجل استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني، لكن بطريقة سلمية. غاندي كان مؤمن بفكرة المقاومة السلمية وفضل يحارب علشان حقوق شعبه من غير ما يستخدم العنف. وحملات غاندي السلمية ألهمت ناس كتير حوالين العالم، وزي ما قال: كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. غاندي بقى رمز للسلام والحرية، وأثر في ناس كتير زي مارتن لوثر كينج وناشطين حقوق الإنسان. والنهاردة بنفتكر غاندي كأيقونة للسلام وقوة الإرادة، وكتير بيشوفوه مثال للصمود والسلام الداخلي. كاثرين العظيمة إمبراطورة روسيا كانت واحدة من أقوى النساء في التاريخ. قدرت توسع حدود روسيا وتخليها واحدة من أقوى الإمبراطوريات في أوروبا، وكمان دعمت الفنون والتعليم. كاثرين كانت ذكية جدا وقدرت تعمل إصلاحات سياسية واجتماعية خلت روسيا تتقدم في مجالات كتير، ورغم التحديات اللي واجهتها بس قدرت تحافظ على قوتها وتأثيرها، وده بيخليها من القادة اللي بيفتكرها التاريخ كأيقونة للقيادة والعزيمة. كاثرين العظيمة كانت من الناس اللي غيرت التاريخ وأثرت في حياة الملايين. والشخصيات دي مش بس ناس عادية، دول ناس عندهم عزيمة وتحدي، قدروا يغيروا مجرى العالم باكتشافاتهم وأفكارهم، وقصصهم بقت مصدر إلهام للناس في كل مكان، وبتعلمنا إن القوة الحقيقية بتيجي من الإرادة والشغف بالعلم والمعرفة. نابليون بونابرت كان إمبراطور فرنسا وشخصية سياسية وعسكرية غيرت شكل أوروبا في القرن ال19. نابليون كان عنده طموح كبير وحقق انتصارات عظيمة في كتير من الحروب، وده خلاه يبقى من أقوى القادة في أوروبا. ورغم إنه بدأ ضابط بسيط، لكن بفضل ذكائه الحربي وإصراره وصل إنه يسيطر على أجزاء كبيرة من أوروبا وغير قوانينها. نابليون كمان كان مهتم بتحديث القوانين والنظام التعليمي، وده بيبان في قانون نابليون اللي لسه ليه أثر لحد النهاردة. ورغم سقوطه ونفيه في النهاية، لكنه فضل رمز للقيادة والطموح، وبيعتبر من أهم الشخصيات اللي غيرت مجرى التاريخ الأوروبي. جوان دارك كانت بنت بسيطة من فرنسا، لكنها بقت من أقوى الشخصيات في تاريخ البلاد. جوان كان عندها إيمان قوي إنها قادرة تساعد في تحرير فرنسا من الاحتلال الإنجليزي في حرب ال100 عام، وفعلا قادت الجيش الفرنسي وهي لسه شابة صغيرة. ورغم إنها ما كانتش عندها خبرة عسكرية، لكن شجاعتها وإيمانها كانوا مصدر إلهام للجنود. بس للأسف جوان اتأثرت واتحاكمت بتهمة الهرطقة واتعدمت وهي عندها 19 سنة. واللي ما يعرفش يعني إيه هرطقة فهي يعني زندقة. أنا كده يعني تغيير في عقيدة أو منظومة أو معتقدات مستقرة، وخاصة الدين، بإنك تدخل معتقدات جديدة عليها أو تنكر حتت أساسية منها، وده يخليها بعد التغيير ما تبقاش متوافقة مع المبدأ اللي نشأ عليه. المهم نرجع لجوان اللي بقت رمز للبطولة والتضحية، وبيحتفل بيها كقديسة في فرنسا. جوان دارك مثال للقوة والإصرار، وبتثبت إن العزيمة ممكن تخلي أي حد يحقق إنجازات عظيمة مهما كانت الظروف صعبة. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.